صباح الفل. النهارده ملحقتش اعمل اي فلوج خالص لان انا اصلا رايحه في الرسكور، فالمكان قريب، فكده كده بحاول ان انا ارتاح شويه. زي ما انتم شايفين النهارده رايح لانه في الرسكور قريبه ليا. دعواتكم كده نوصل على خير، وان شاء الله يوم العروسه النهارده يكون عسل كده وجميل. اشوفكم على خير، مع السلامه. وصلنا الحمد لله لشقه العروسه. ايه يا عم العروسه، وصلنا في ميعادنا ولا لا؟ لا انتوا قبلين. الله يصلح حالك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تسلمي. هنا كده شقة العروسة قبل الفرش. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي حاجة النيش. هنا الصيني كله متفتح، وهنا النيش. هنا بقى حاجة المطبخ، اللهم بارك. طبعا احنا بنحتاج كل حاجة مفتحة كده، مفتحة كده عشان كل حاجة تبقى واضحة قدامنا، وعارفين العروسة عندها ايه وايه هيتحط فين، وتفاصيل كتير قوي سيادتك الكرتون ما بتبينهاش. تمام. هنا بقى بسم الله ما شاء الله المفروشات. مفروشات طبعا عروسة فرسكور بتتفوق على اي حد، يعني الله يرحمه. بسم الله ما شاء الله. المفروض ان السرير ده يبقى فاضي نطبق عليه، بس عشان الكم كل ده ينزل على الارض ونطبق هنا براحتنا. وهنا بقى بنفتح الفوط والملايات. دي الملايات الله اكبر، دي الكبير ودي الصغير، وهنا الجزء ده كله الفوط. وهنا باقي الفرش اللي بيبقى في اكياس مش مشكلة، تطلعه سهل ومش بيعمل كركبة ولا حاجة. هنا غرفة النوم طبعا بيكون فيها شنط الملابس زي ما انتم شايفين كده. السرير هنا حاطين عليه حاجة الفضيات لانها كريستال، فخايفين عليها تتكسر، هيشيلوها دلوقتي. يلا انتظروا الشقة بعد الفرش ونكمل بقى جولتنا مع بعض النهاردة. من قلب الحدث واحنا شغالين هنا كده، ده مفرش بيبقى معاه كيس مخدة. طبق الكيس مخدة جواه عشان العروسة متقعدش تدور على حاجة. طبعا انا مش عارفه اتحرك عشان في تصوير. ممكن ان احنا نكتفي بالرسمه دي، احنا بنبقى مظبطين التطبيق من البدايه، بس الرسمه دي كبيره قوي والوش بتاعها تقيل شويه، فبختار ان انا طبعا لسه ما قفلتش، اقفل بالدبابيس بالشكل ده اصغر وارق ومبين اكتر. هنحطه ازاي؟ نقدر ان احنا نتني من هنا كده، ونتني من الناحيه دي كمان عشان ما يبقاش في حاجه مكلكعه معانا. وبنفس النظام اعمله بالدبابيس. استنوا بقى حاجات كتير في باقي شقه العروسه. دلوقتي هنعمل مع بعض الفوطه الضفيره. الموضوع بسيط وسهل خالص. الفوطه بنجيبها بالشكل ده كده، اهم حاجه ان السيف على السيف، بنحط دي كده. طبعا انا مجهزه باقي الطقم بالشكل ده ونطبقه. علشان نعملهم بنعمل ايه؟ بنختار لون دافي على لون بارد. احنا بدأنا في بالفوشيا، عايزين لون بعده اهدى شويه علشان اصلا اللون لوحده صعب يعني، اللهم بارك. فنقوم حاطين دي كده، عملناهم بالشكل ده. الفتحات بتكون لبره والحته المقفوله ناحيتنا من هنا. تمام. نقوم عاملينها كده وشدينها كويس. طيب احنا دلوقتي اللون ده هنحط فوقه واحده تانية. واحده التانية هختار لون بارد، لون زي اللبني ده، هنحطه هنا بالشكل ده. وهنحط دي كده. طبعا الابيض هادي جدا، فهنحط ايه بعد الابيض؟ نحط اللون ده، بما ان هو اللون اصلا فاتح يعني، فنحط بعده لون غامق، وهكذا. عارفين زي ما بتعملوا ضفيره كده للبنوتات، هما بالظبط كده. وبكده بيكون الشكل النهائي. الشكل مظبوط من قدام، السيف مظبوط مش مهويه، وفي نفس الوقت الالوان متناسقه بفضل الله، يعني الى حد ما الالوان مش داخله في بعضها، لا الدنيا شكلها لطيف، وتحسوا ان هي كلها كتله واحده بفضل الله. من اول ما عملنا الضفيره دي كان احنا من سنين السنين، مش امبارح ولا السنه اللي فاتت ولا كده. ولسه ورانا باقي الفوط دي، مش كل الفوط بتترص بنفس الطريقه، هو على حسب الشكل اللي قدامي هيسمح معايا باي تطبيق. يلا نكمل مع بعض ونشوف كل حاجات في شقه عروستنا النهارده، تتعلموا منها افكار كتير جدا. وصلنا لمرحله لبس العروسه. زي ما انتم شايفين كده، هنا الدفايه دي عليها رسمه، ازاي ان احنا نظهر رسمتها، وازاي ان احنا نبينها، وازاي ان احنا نعملها اصلا بشكل حلو في الدولاب، او حتى لو تطبيقه عاديه ازاي ان هي تكون صغيره. هنجيب البنطلون زي ما انتم شايفينه
السيف على السيف في البنطلون بالشكل ده، وبنتنيه بالنص من الارجل تبقى عند الوسط، وبنحط الاستك من فوق علشان ما يكعكلش معانا، ما يكلكعش معانا من هنا واحنا بنطبقه. طيب دلوقتي الدفايه دي معاها لكاليك زي ما انتم شايفين كده، اللي هي اللكلوك الدفايه ده، بنحط واحد كده وواحد عكسه علشان برضو نفس الموضوع ما يكلكعش معانا. طيب ونقوم جايبين دي نشدها قوي كده بحيث تبقى مفروده ومشدوده معانا من الجنب، ما يبقاش معانا من الجنب مهبل. والناحيه التانيه نفس الموضوع. اتفرجوا انتوا من هناك. ها بص، احنا ممكن نكتفي بان هي اتطبقت بالشكل ده وتتحط في الدولاب كده، لكن احنا دلوقتي هي فيها رسمه، احنا عايزين نبين رسمتها. هنلفها كده وبنلف من قدام، الاتنين بيقابلوا بعض، وبنجيب دبوس وحاجه بسيطه قوي والرسمه بانت معانا. ده الشكل اللي بتتحط فيه بالدولاب، سواء بقى اتحطت مايله سواء اتحطت نايمه كده بتبقى شكلها جميل. نكمل بقى مع بعض في باقي فرش العروسه. وهنا بعد لما خلصنا شقه عروستنا وده شكل الدولاب. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. واللي يعرف يرتب الدولاب زينا نقول له يا عمنا. وهنا كده ده دولاب الملابس، شوفوا بس الترتيب والنظام في دولاب العروسه. وده نبذه كده عن الريسبشن على ما اصور لكم الفلوج كامل بشقه كامله، تابعوه بقى على القناه. وده جزء بسيط كده من النيش. الحمد لله خلصنا شقه عروستنا، وهنا كده الفيصل والنهايه. ان شاء الله اتمنى ان هي تكون عجبتك يا عروسه. قولي لي انطباعك كامل عن اليوم. لا بجد اليوم كان جميل جدا، واتعمل لي اكتر ما انا عاوزه كمان. ما كنتش اتوقع اصلا حاجه تطلع بالجمال ده. والمواعيد انت اصلا كنت جايه قبلنا، يعني انت وصلت البيت قبلنا. انا عارفه ان انا بوصل قبل كل الناس والله. حبيبه قلبي. لا بجد والله أي تسلم حاجه ايدك. كان نفسك تتعمل وما اتعملتش، لا ذوق مختلف. لا أي بجد حاجة والله تشوفيها. في حاجات انا كنت حاطاها في دماغي ان هي تتعمل، واتعمل احلى منها كمان. حبيبه قلبي والله العظيم. حبيبتي اتمنى ان والله. شاء الله ليكي السعاده، وربنا يسعدك ويهنيكي ويبارك لك في كل شيء في بيتك ان شاء الله. ربنا تنصحي يخليك. حد يجيبنا ولا لا، ولا يكون ده اخر تعامل؟ لا طبعا انصحه بشده كمان. حبيبي. حبيبه مع قلبي. السلامه. قولوا لهم يحطوا اللايك. حطوا اللايك. باي.